أخيرا خلصنا التحدي، ذاكرنا 70 ساعة كاملين أسبوع، 7 أيام، كل يوم 10 ساعات مذاكرة. فرحت جدا جدا إن إحنا عملنا التحدي ده. ناس كتيرة قوي بعتت لي على الخاص على التليجرام بتقول لي جزاك الله كل خير، وناس بتدعي لي دعوات جميلة جدا إن إحنا عملنا التحدي. فحرفيا أنا سعيد جدا بالكومنتات وبالتعليقات وبالرسائل اللي أنتوا بعتوها لي خلال فترة التحدي ده. وسعيد جدا ان ناس كانت محبطه كتير قوي وبدات ان هي تذاكر، وناس كتير كانت عايزه تقسم السنه وطلعت موضوع الاسم من دماغها وبدات ان هي بالفعل تذاكر. قدرنا ان احنا ندخل في المود بتاع المذاكره. اما عن موضوع الجائزه بتاعت التحدي، كلنا هنكتب في الكومنتات دلوقتي انت ذاكرت قد ايه. اللي ذاكر ال7 ايام كاملين هيكتب لي يا دكتور انا ذاكرت 70 ساعه. اللي ذاكر 6 ايام هيكتب ان هو ذاكر 60 ساعه. هتكتب عدد ساعات المذاكرة في خلال الأسبوع اللي فات اللي احنا عملنا فيه التحدي، واللي من ضمنهم اليوم بتاع النهاردة. وإن شاء الله هختار من الكومنتات الناس اللي هتفوز معانا بالجوائز، هنعلن عن الفايز وهنعلن عن الجوائز اللي هي البلطو في الجروب بتاع التحدي. هسيب لكم اللينك في اول كومنت، وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو. لما كنت في ثانوي ما كانش حد بيقول لي ان احنا هنعمل تحدي او هنذاكر مع بعض. كنت بتمنى ان حد كبير مثلا يكون في كلية من الكليات اللي انا بحلم بيها، ان هو يجي يقعد معايا يقول لي ذاكر بالطريقة الفلانية. هو بس كونه ان هو قال لي ذاكر فانا بفرم نفسي مذاكرة، وبلاقي جسمي بدأ ان هو يقشعر كده، وطاقة حماس وشعلة حماس بدأت إن هي تنطلق. فأنت دلوقتي متوفر معاك حاجات كتير جدا، ناس عايزة تقف جنبك وبتخليك تذاكر، وأنت بتذاكر بتديك جوائز. يعني أنت بتذاكر وبتاخد جايزة، فأنت مستني إيه تاني؟ ما عندكش حجة للتقصير اللي أنت بتقصره خالص. والله أنت كون إن أنت بتقصر في الفترة دي فلا، ده مالوش أي مبررات نهائي. فانت ذاكر وشد حيلك. سلام.